النجم الكولومبي خيمس رودريغيز هداف مونديال 2014 مع منتخب كولومبيا برصيد 6 أهداف، والذي انتقل إلى ريال مدريد وكان سابقا قد لعب بصفوف موناكو وبورتو البرتغالي. طبعا اللاعب المميز الكولومبي لعب لعدة أندية في الفترة الأخيرة بداية من عام 2021. بداية أيضا طبعا لعب مع إيفرتون التوفيز عندما طبعا استخدمه أنشيلوتي عندما كان مدربا للفريق الإنجليزي، ثم لعب في قطر في دوري نجوم قطر مع نادي الريان، ومن بعدها انتقل إلى نادي أولمبياكوس اليوناني ولعب في الدوري اليوناني، ثم لعب في البرازيل مع فريق ساو باولو قبل أن ينتقل في انتقال مفاجئ إلى فريق رايو فاليكانو في الليغا الإسبانية، ثم انتقل إلى كلوب ليون طبعا المكسيكي، وحاليا هو لاعبا جديدا لفريق مينيسوتا في الام ال اس في الدوري الامريكي لكرة القدم.